كان في ماتش في بطولة دوري أبطال أوروبا ما بين إنتر ميلان وبرشلونة، والنتيجة 3-2، وخلاص الدقيقة 93 وبرشلونة هتصعد النهائي. ويجي لعيب اسمه فرانشيسكو تشيربي، ده مدافع لنادي إنتر ميلان، ويقرر من دماغه كده إن أنا دلوقتي حالا والدقيقة 93 هطلع أهاجم، ويطلع لغاية 18 وتلعب له العرضية ويحطها جون، ويتعادل الإنتر ويكسب في الوقت الضايع أو الإضافي يعني. ده اللي حصل بالظبط، بس في النسخة المصرية للنادي الأهلي مع ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم بقاله 3 مباريات متألق تألق غير عادي. مباراة بتروجيت مطلع كرة من على خط الجون بدماغه. مباراة سيراميكا مطلع جون في الدقيقة 95 من على خط المرمى. وأخيرا مباراة البنك الأهلي، النادي الاهلي عاجز عن الوصول على الجون، فيقوم طالع لوحده وبدماغه ومن غير ما حد يقول له انت رايح فين، والدقيقه 95 ودي اخر هجمه ويمكن اخر لمسه للاهلي، ويقوم مهاجم والكره ملعوبه له من مروان عطيه، ويطلع اكنه فرود يريحها باسيست عالمي لوسام ابو علي ويحطها جون ونكسب 2-1. الماتش اللي فرح كل الاهلاويه والجون اللي فرح كل الاهلاويه وخلانا في غايه السعاده، واللي خلى الدوري يقرب جدا. فاضل لنا نقطة إن شاء الله ونكسب بطولة الدوري. ياسر إبراهيم من اللعيبة الرجالة. ياسر إبراهيم من اللعيبة اللي أنت تحبها تلاقيها في نص في الملعب بتاعك، وتشوف الرجولة بتاعتها والجدعنة بتاعتها، بغض النظر عن الفنيات، نختلف نتفق، بس أكيد هنتفق على رجولة ياسر إبراهيم. السلام عليكم.